انتصارات الصيام رحلة عبر الزمن. يا جدي، هل كان المسلمون يكتفون بالدعاء والسكينة في رمضان؟ سأل ريان وهو يراقب الهلال الفضي يزين سماء الليل. ابتسم الجد ناصر الذي كانت تجاعيد وجهه تحكي قصصا لا تنتهي، وقال: بل كان شهر العمل والبطولة يا بني. هل تعلم أن أول انتصار عظيم للمسلمين كان في رمضان؟ في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة وقف القليل أمام الكثير، وبإيمانهم وعزيمتهم وهم صيام سطروا أول فصول العزة. انتقل ناصر بحديثه إلى مشهد آخر من التاريخ، وعيناه تلمعان ببريق الفخر. قال: وفي رمضان أيضا من العام الثامن للهجرة كان فتح مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكة فاتحين، ليس بحد السيف بل بجمال الصبر وقوة الحق. لقد تحولت مكة في ذلك الشهر المبارك من دار حرب إلى دار سلام، وعاد الحق إلى أهله وهم يهللون ويكبرون في صيامهم. ومرت السنون يا ريان، واجهت الأمة أخطارا جسيمة حتى جاءت معركة عين جالوت في 25 من رمضان عام 658 هجرية. صرخ القائد قطزا وإسلاما، فاهتزت الأرض تحت أقدام المغول الذين لم يهزمهم أحد من قبل. في ذلك اليوم حمى الصائمون حضارة العالم من الاندثار، وأثبتوا أن الجسد الجائع في رمضان يملك روحا لا تقهر. ختم ناصر حكايته وهو يربط على كتف ريان: وفي عصرنا الحديث في 10 من رمضان عام 1393 هجرية كان العبور العظيم في حرب أكتوبر. حطم أبطالنا المستحيل عبروا القناة ليعيدوا الكرامة والأرض. هكذا يا بني، كان رمضان دائما شهر الانتصارات التي غيرت وجه التاريخ، لنتعلم أن الصيام هو قوة الروح قبل كل شيء. تابع واشترك في القناة.